يسعد لي أوقاتكم أحلى متابعين. بفيديو اليوم رح أعطيكم أفكار لحتى نتخلص من بقايا اللزق اللي بيكون على التيكتس لما بنشتري بعض الأغراض. أول نصيحة هي إنه نستخدم زيت المازولا أو زيت النباتي. شايفين مجرد ما أحط على محارم المطبخ كمية منيحة من الزيت بفرك فيها محل الموجود عليه الستيكر اللي كانت موجودة بقايا اللاصق، لأنه نحن بنشيل الستيكر وبنغسل القطعة أو الأداة أو حتى البلاستيكس أو المطربانات أو الصحون، بس بتضل هاي القطعة ملزقة عليها، وخاصة على المعدن ما بتروح بسهولة. بكل بساطة استخدام الزيت رح يشيلها بسرعة كتير كبيرة، وبنفس الوقت ما رح يضل أي أثر. بنفس الطريقة رح نشوف كيف أنا هلأ رح أقلع التيكت أو اللاصق اللي موجود. شوفوا كيف بقيان لسه عندي، بنشال التيكت أو أي ملصق بضل عندي بقايا الصمغ اللي موجودة كانت عليه على الزجاج أو المرطبان، ما بتروح حتى لما بنغسلها. في منهم بيحطوها بالمي السخنة، بس أنا حتى جربت في بعض الستيكرز فعلا بيكونوا كتير صعبين وعنيدين لست البيت، بياخدوا وقت كتير جهد أو حتى وقت إنه نحطهم بمي سخنة ساعة أو ربع ساعة. شوفوا كيف أنا بس بدي أحط عليها شوية زيت، شايفين، واتأكد إنه كل الكمية اللي عندي بالزيت غطت كل اللاصق، وبعدها بفركها بنفس قطعة المحارم المطبخ اللي أنا ماسكتها وحاططها بهالطريقة هاي، وبتأكد إنه عم بفرك من الجهات من فوق لتحت وبعدها من اليمين لليسار. شايفين بهالطريقة هاي حنجد ما حتاخد معكم وقت أبدا. أنا لما اكتشفت هالطريقة بصراحة كتير ارتحت من هالموضوع، وما عاد يغلبني موضوع أنه في بعض الأدوات أو المنتجات عليها بضل الستيكر، وأنا بدي استخدم المطربان بأشياء تانية بالمطبخ وبيكون كتير مزعج موضوع الستيكر. شايفين ما ضل عندي أي أثر للصمغ أو اللاصق الموجود. هون شايفين ببين عندكم أكتر وأوضح. هون كتير كان كمية اللاصق كتير كبيرة، مجرد شوي من الزيت النباتي. بصراحة جربت كتير منتجات، حتى استخدمت مزيل الميك اب، مزيل طلاء الأظافر، استخدمت الكحول، استخدمت كتير شغلات ما راحت أبدا غير بالزيت النباتي. ففعلا عن جد بتمنى من كل قلبي تجربوا هالنصيحة، وراح تشوفوا نتائج كتير رائعة إذا بدكم تستخدموا المطربانات اللي بتكون عندكم وتعملوا لها إعادة تدوير. فهي كتير رح تنفعكم هالنصيحة، بتمنى تجربوها وتستفيدوا منها. ومثل ما خبرتكم بالنسبة للزجاج والمعدن الزيت كتير مفيد بهالموضوع، خاصة انه فينا نغسلهم لانه ادوات المطبخ او المطربانات فينا نليفهم بالمي والصابون، فما بتنتزع عنا القطعة لانه رح نستخدمها اصلا بالمي. وهون بعد ما خلصت أنا من أول طبقة من الزيت، هلأ عم بنشفها بمحارم المطبخ لحتى أتأكد إنه ما ضل عندي أي لاصق. كمان بهالطريقة ولما نستخدم محارم ناشفين أي بقايا موجودة رح تطلع وتعلق على المحارم، وما رح يضل عندي أي بقايا للصق أو للزيت حتى. شايفين رجع كأني جديد، بنقدر نعمل له إعادة تدوير ونستخدمه مرة تانية من دون ما يكون عليه ملصقات المزعجة اللي كتير بتغلب ست البيت. بالنسبة لهالقطعة هيدي حامل الاكسسوارات، أنا بدي أحطها بغرفة النوم. بصراحة ما حبيت استخدم الزيت فجربت أشياء تانية، وهون استخدمت مزيل العرق وببخة وحدة بس. شايفين كمان اللاصق اللي كان عندي راح بكل سهولة. طبعا القطعة من البلاستيك، ومثل ما شايفين بكل بساطة تخلصت من بقع الصمغ أو اللاصق بكل سهولة. بتمنى من كل قلبي تكونوا حبيتوا واستفدتوا من نصايح فيديو اليوم، وإذا حبيتوها ما تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة لتصلكم إشعارات الفيديوهات. تقدروا تتابعوني على الفيسبوك والإنستغرام، وحساباتي موجودة بالديسكريبشن بوكس أو صندوق الوصف. مني إلكم أحلى وأغلى سلام.